حد منكم يا أصحابي عارف حكاية هيلين البنت الشجاعة اللي عدت بمغامرة ونجحت فيها ومحدش قدر يعدي المغامرة دي غيرها؟ في الحكاية دي هحكي لكم قصة هيلين والبوصلة المفقودة. كان يا مكان في قرية صغيرة على شط البحر كانت بتعيش بنت شجاعة قوي اسمها هيلين. هيلين كان عندها حلم واحد بس، إنها تكتشف جزيرة الأضواء اللي الكل بيقول عليها إنها مجرد أسطورة ومحدش شافها قبل كده. في يوم لقت هيلين خريطة قديمة جدا في صندوق جدها، ومعاها بوصلة ذهبية غريبة. إبرتها مش بتشاور على الشمال، لكن بتشاور على الحاجة اللي قلبك بيتمناها. هيلين قالت أيوة بقى كده الفرصة جاتلي، هحقق حلمي. وبدأت هيلين المغامرة، ركبت القارب بتاعها الصغير وبدأت الرحلة. وفجأة البحر هدي تماما والضباب غطى كل حاجة. هيلين ما بقتش شايفة حاجة خالص، والبوصلة بدأت تلف بسرعة بسرعة بسرعة. هيلين حست بخوف شديد شديد قوي، لكنها افتكرت كلمة جدها لما قال لها الخوف يا هيلين مش انك ما تخافيش، الخوف انك تخلي الخوف يوقفك عن حلمك. هيلين غمضت عينيها ومسكت البوصلة بقوة وقالت بصوت عالي أنا واثقة في طريقي، أنا واثقة في طريقي، أنا هكمل يعني هكمل. فجأة البوصلة نورت بضوء قوي جدا شق الضباب، وظهر قدامها دولفين فضي بيلمع. فضل ينط ينط قدام القارب وكأنه بيدلها على الطريق. هيلين فضلت ماشية وراه وراه لحد ما الضباب اختفى، وظهرت قدامها جزيرة مذهلة شجرها بيلمع باللون الذهبي وعصافيرها بتغني ألحان تطمن القلب. هيلين اكتشفت ان دي جزيرة الأضواء، والجزيرة اللي كانت مستنية شخص قلبه شجاع انه يمر عبر الضباب وما يستسلمش ابدا. ومن اليوم ده هيلين بقت مكتشفة البحار، وبقت تحكي لكل أطفال القرية إن أكبر مغامرة في حياتك بتبدأ لما تقرر تواجه خوفك.